تخيل معايا انك واحد النهار نزلتي للشارع كتجيب واحد الدوره، وانت كدور كتشوف بزاف ديال الناس كاينه واحد اللافته فوق الرؤوس ديالهم، وهاد اللافته مكتوب عليها كيفاش غادي يموتوا. دابا خليني من هاد الفكره هادي وقول لي شنو بان لك الا كانت هاد الفكره هادي بصح على ارض الواقع وكلنا كنعرفوا كيفاش غادي نموتوا. واش في نظرك هاد الشيء هذا غادي يقلل من خوف الناس من الموت؟ بزاف ديال الناس كيخافوا من الموت لبزاف ديال الاسباب، حيت واقيلا في نظرهم الموت هو النهايه. ولكن اللي ما كيعرفوش بزاف منكم بان الانسان من المخلوقات اللي خلقها الله عز وجل للخلود. ما تيقتينيش ياك؟ واخا ركز معايا واحد شويه. انت فاش كتولد كتعيش 20 30 60 80 حتى ل 100 عام، ومن بعد كتموت. وبحسب العديد ديال الايات والاحاديث اللي كتكلم على ما بعد الموت كتقول على ان الانسان كيفقد الاحساس بالوقت من بعد الموت ديالو. يعني ممكن دوز 20 عام ولا 100 ولا حتى 1000 عام، الله عز وجل هو اللي عارف بهذا الوقت هذا. من بعد غادي تعاود تحيا وغادي تبعت وغادي يسحب لك على انك نعستي واحد الفتره زمنيه اللي قصيره. من بعد هذا الشيء هذا كله غادي تعيش واحد الحياه اللي طويله. هذا الشيء كيعني على ان الموت ماشي هي النهايه، هي مجرد واحد المطب في الطريق اللي بدا من حياه الانسان الاولى حتى للخلود اللانهائي. هذا الشيء كيعني على ان الناس كتخاف من الموت لاسباب اخرى. كاينين شي ناس كيقولوا على انهم خايفين يموتوا ويخليوا ولادهم، واشنو غادي يديروا ولادهم بلا بيهم. نقول لكم واحد الخبر اللي زوين، ولادكم غيموتوا، وولاد ولاد ولادكم حتى هما غادي يموتوا. ولكن ماشي هذا هو الخبر الزوين. الخبر الزوين هو انكم من بعد غتعاودوا تجمعوا ان شاء الله، يعني بعد البعث، وغتبقاو مع بعضياتكم لما لا نهايه. ناس اخرين كيقولوا على انهم خايفين من الموت حيت ما مستعدينش انهم يقابلوا الله عز وجل. والاغلبيه ديال هاد الناس هادو كتلقاهم على انهم مبليين وناس اللي دايرين بزاف ديال الكبائر في حياتهم، الله يعفو عليهم. ولكن بغيت نقول لكم بانه هذا هو الوقت المناسب للتغيير، حيت بالرغم من هذا الخوف هذا الا انك مرة راه غادي تقدر انك تشد الطريق مزيان ومرة غادي تخرج عليها. ولكن دير في بالك بما انك مازال كتنفس ومازال كاين الروح فيك، راك تقدر تغير هادشي. الناس كتشوف على ان العمر كيتقادم وعلى ان كل نفس كيخرج ما كيعاودش يرجع، وخايفين من الموت على انه النهاية الحزينة. مع انك الا جيتي تشوف الحقيقة غتعرف على ان هذا الموت هو نقطة انتقالك من سجن الدنيا للحياة النهائية اللي غتجمع فيها مع العائلة ديالك، بعيد على كل الهموم والابتلاءات والمتعة المنقوصة والمرض. وثق فيا انه ما غتفرقش الطريقة باش غتنتقل من هذا السجن هذا للحرية. ولكن الفرق هو داك الشيء اللي بعد الموت، واللي عطانا الله عز وجل حرية الاختيار ديالو، يعني واش الخير ولا الشر. وباش تعيش هذيك الحياة الزوينة اللي الفيديو كامل وحنا كندويو عليها، خاصك تتبع واحد 3 ديال الحوايج. اولا التوحيد بالله عز وجل وعدم الاشراك به حتى شي واحد. ثاني حاجه، الا كان تيسالك شي واحد شي حاجه اعطيها ليه وما تاكلش ديال الناس. ثالث حاجه، الا عندك كبائر ولا ذنوب حاول انك تخلص منهم، وحاول انك تطلب من الله عز وجل التوبه والمغفره. هذا الشيء هذا كله ساهل ياك وكلنا نقدروا نديروه. ثق فيا انه الا تبعتي هاد 3 ديال الحوايج فراه ما كاينش علاش غادي تخاف من الموت. وغادي نقول لك انه يكفي انك غادي لعند احن من الام على الطفل ديالها. ودير في بالك هذا الحديث انه من احب لقاء الله احب الله لقاءه. نتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. فإلا عجبكم هذا الفيديو الاخوان ما تنساوش لي الاراء ديالكم في الكومنتات لتحت على هذا الموضوع هذا. نتمنى الموضوع يكون عجبكم، ونتمنى خوتي انكم ما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم. ما تنساوش لنا واحد لايك وواحد اشتراك في القناه باش تبقاو توصلوا باي جديد ديال الفيديوهات ديالي بلا ما نطول عليكم اكثر من هكا. السلام عليكم.